خد بالك بقى. يبقى لما يتعين إمام لك في الجمعة أو في جماعة أو في العيدين أو في عرفة، يتعين هو إمام مبتدع أو فاسق غير الفسق، يلزمك أن تصلي وراءه. فمن ترك الصلاة خلف المبتدع فهو مبتدع، لأن الصحابة ما تركوا الصلاة خلف المبتدع ولا الظالم الفاجر كما نقلنا. طيب خلي بالك بقى، في ناس بيخش الجامع بيلاقي فلان بيصلي، بيستحي يطلع، يقول يعني أنا دخلت حسيب الجماعة الناس وقفوا الصف، همشي الناس هيقولوا إيه، همشي ليه؟ ده رجل أحسن حالا شوية، فيقول إيه، بدل ما أعمل شوشرة يصلي وراه ويطلع يروح داره ويعيد الإيه؟ الصلاة. عنده مشكلة برضه. قال الإمام: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس كما تقدم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر وكانوا يصلوا وراء، أما كان يتقدم كانوا يصلوا وراء. حتى إنه صلى بهم الصبح ذات يوم 4، كان سكران مسكين ودخل صلى الصبح، فصلى الصبح 4 ركعات هم وراء. فلما انصرف بعد 4 ركعات من الصبح التفت قال: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا معك منذ الصبح في زيادة، ما مش كفاية زيادة زدته، ولكن لم يتركوا الصلاة خلفه.